داروا بين البوليس ديال الصبليون وكانوا غير ردوني للمغرب من الشهر الاول. السلام هلال، معاك مهدي 20 عام ودابا عايش في مدريد كنقرا. جيت نعاود لك ستوري تايم ديالي وكيفاش كنت غنرجع للمغرب في الشهرين الاول. فكيف العاده نبداو بالطفوله ديالي دازت عاديه بحال اغلبيه الناس في حي الشعبي في عين الشوق. كنت متوسط في القرايه، ماشي قراي وماشي كسول، المهم كننجح. ملي وصلت للسيزيام بدات كتدخل لي الفكره ديال نخرج من المغرب. راك عارف ملي كتبدا تشوف بنادم في عائلتك كيخرجوا وعايشين مزيان. اون بلوس كنت عارف راسي لي شوا عندي ورا الباك محدودين، يا لا فاك يا الواي في بي بي تي. ومن هذا المنبر كنقول وكثروا لينا اخويا العزله، خصوصا لصحاب ليكونومي، راه الا زقلوا له ان سي جي كتبقى قدامهم غير لا فاك والسونتر. صافي خديت الباك ديالي ايكونومي كيف ما فهمتي، ومن ما بين دوك الاوبشنز عزلت لا فاك باش على الاقل يبقى عندي شويه الوقت بعدا خاوي نخدم شي بارت تايم جوب ولا نتعلم شي حاجه خارج القرايه. باش نجيك نيشان، من الشهر الاول ديالي عرفت راسي ماشي في البلاصه الصحيحه وغير غنضيع وقتي. كل اون فيها 200 واحد كيقرا نفس الحاجه، واش زعما كاع هادو غيخرجوا وغيخدموا؟ فبديت كنفكر مره اخرى كيفاش نقدر نمشي لبرا ونلقى اوبورتونيتيز حسن لمستقبلي. كنت كنمشي لافاك مره انا وعشيري، ديما كما قلنا كنفكروا كيفاش نخويو، مره نقولوا نتعلموا الالمانيه، مره نقولوا الشينوا، وهادي ما هادي. فهاد الفتره بنت عمتي اللي كبر مني بعامين كانت يلاه مشات لكندا باش تكمل القرايه، والصراحه سهلت عليا بزاف باش انا نقنع الدار بالفكره ديال برا، حيت شافوها هي مشات. واحد النهار كنا غير جالسين في الدار حتى قالت لي الوالده واش تبغي تمشي تقرا برا. طبيعه الحال قبل ما تكمل هضرتها تجاوبت بالجد وبدينا كنفكروا شنو نقدر ندير، وبدينا كنقلب ونشوف، ودرت على كاع لي زاجونس باش ناخذ معلومات وتكونسونطريت على كندا، ماشي باش نمشي نقرا في يونيفرسيتي ولكن في دوك لي سونتر اللي رخص، ولكن راه كيبقاو شوا مزيان. سورتو انني شفت صاحبي كان مشى بهاد الطريقه لمونريال نيت، تقدر تقول بحال لو اف بي بي تي ديالهم، وكيكون عندك الوقت باش دير بارت تايم جوب. فبدون عجز بديت لي بروسيدور وانا ما قاداني فرحه، وغير بكوني انا انسان في كندا وكنفهم في هادشي راه كاع هادشي اللي قال صحيح. غير في هاد اللحظه، وهادشي علاش وقفت انا باش نوضح هاد البروغرام بالضبط اللي ديال كيبيك، راه في هاد اللحظه مبوزينو وقالوا ما غيرجعوا عاوتاني يهضروا فيه ولا يقدروا يبدلوا فيه شي حاجه ولا المهم شي ابديت حتى الاخر ديال هاد العام. فاي واحد كيفكر في هادشي يدير هاد القضيه في راسو. راه الناس كاع اللي تخرجوا من البدايه ديال هاد العام حتى لدابا راه باقيين ما قدروش يدفعوا الوراق، حيت كما قلنا مبوز. ما علينا. والناس اللي باقيين كيسولوا واش كندير كونسلطاسيون ولا هادشي، راه ما بقيتش من غير الناس اللي ما عاد كيقلبوا كيلقاو ديك النمره ما عرفت في الفيديوهات قدام وصافي. وفي وسط هاد الفرحه قالت لي لاجونس باللي المونطون اللي غادي نحتاج في البلوكاج تزاد، وحتى الاجراءات زادوا صعابوا على حساب ما قالت. هادشي خلاني انني نوقف، حيت داك الشيء كامل فات البيدجي اللي يقدروا الدار يوفروا ليا. فشلت ديك الساعه الصراحه، وانا في ذاك الوقت راه بديت كنتخيل حياتي في كندا لدرجه نسيت القرايه في لافاك ويلا فاليديت شي بركه ديال لي موديول. وهذه نصيحه للناس، مزيان تكون انسان بوزيتيف وكتشوف زعما راه غادي اي حاجه غتصدق، ولكن ما تطلعش الاكسبكتيشنز ديالك بزاف ولا تبدا تلاشي شي حوايج اخرين قبل ما تشد في المعقول. وهاك شد واحد المعقول داز تقريبا شهر كنت كنسكرولي في انستغرام حتى طلعت ليا واحد البوب ديال اجونس كتهضر على القرايه في الصبليون. بعدا شوف بغيت نقول لكم واحد الحاجه، هاتي ديال لي زاجونس، لا شوف لا كندا لا صبليون لا طيط من الليل لا هاواي تقرا في القمر كاع عفاك دير واحد الحاجه. المغاربه عندهم مشكل ماد، ديما كيفكر زعما راه خاصو اجونس باش يمشي لشي بلاصه. خويا راه تقدر تجلس قلب دير داك البروسيس راسك وما تزيدش عليك واحد المليون ولا جوج ولا ثلاثه ولا ما عرفتش شحال كانوا غيشارجيوك ديك لاجونس كثر. دير في بالك ديما راه البروفيل ديالك هو البروفيل ديالك، اجونس ما غتزيدك ما تنقصك في حتى حاجه. بحال عرفتي تخيل عرفتي ديك اللقطه ديال في بلاصه ما تصايب انت كونت فيسبوك كتمشي تخلص مول السيبر 50 درهم باش يصايبولك، وراه نفس الفكره. دابا تقدر هاد الفكره تضحك عليها جاتك شنو انت كعوبي ولا عروبي كاش كتشاد السيبر وراه بحال هكاك انت داير. وهادشي اصلا كنت كندير دوك الكونسلطاسيون كنهضروا في هادشي باش نشرح ليه هاد الفكره ونعطيه دوك الستيبس وداكشي كامل يدير راسو، حيت اكان راه كتنقص عليك بزاف. مفاهمين؟ وما تكونش مدنك في دماغك بغيتي تمشي لشي بلاصه الحمد لله صاحبي شات جي بي تي جوجل ولا دير كونسلطاسيون مع شي واحد اللي غيعطيك هادشي، يعني غيوريك كيفاش انت ديرها لراسك، ماشي ديال دوك لي زاجونس عاوتاني اللي بحالها غير كيبيع لك فيه البرودوي ديالو ولا معناتها الباكيج. واش فهمتوا ما فهمتوش؟ ودابا كنهضر على هادشي انا قلت لكم اصلا بقيت كندير كونسيو زعما صحابي كنبيع لك، راه تكونش حمار. الماركوتين راه عنده وقته. انا خويا بعد مني ما تقلبش هذيك النمره قديمه، ما ديرش معايا اب ما والو،
سير الله يسهل لك. واش في ديك البوب بالي كتقدر تمشي تقرا العام الاول غير اللغه، كتخلص مدرسه ومن بعد كتقدر تمشي تقرا في شي سونتر تا هما تما بحال الواي في بي بي تي ديالو. قلت هذا بلان، خصوصا اللي في خيل اللي غادي يكونوا قلال بزاف من ديال كندا وبلاد زوينه وقريبه للمغرب. وريت هادشي للدار وما عكسوش معايا. عافاك سمحوا لي هذا الشيء مع عزيز، ما عرفتش واش عزيز عليا ولا ما كنبغي نصاحب، ما عرفتش. عافاك اللي ما مانتريس بشي غير يصبر معنا واحد شويه، حيت كاينين الناس خصو يعرف هاد المعلومات. حاجه وحده اللي بغيت غنزيد هنايا حتى هي مشكل، بنادم كيبدا يفكر بحال هكا في البلدان، وهاد الفكره شو غتنفعك تنفعك واخا تكون انت باغي ولا باغي. كيفكر يمشي لشي بلاصه لا سوا خدمه سوا بحال الدري كيقلب يقرا ولا ما عرفتش. كينسى واحد الحاجه مهمه، هو علاش غادي لديك البلاد. حنا كمغاربه راه الاغلبيه كيمشي باغي يدير الهجره ليميغراسيون، يعني من الاخر باغي يدبر في باسبور اخر ولا اقامه ولا المهم. فملي تكون كتعزل في هذا الشيء فكر في الا انت هذا هو الهدف ديالك، فكر في البلاد اللي ساهل فيها دير الاوراق. ما كنشوفوش غير الفلوس، ما كنشوفوش غير واش الجو مزيان، واش حقا راسيست، داك التخربيق كامل كنكونسيديريوه اللغه، المهم راك عارف هذاك الشيء كامل الى اخره. ولكن الا عندك الهائله، عندك هدفك هو دير مثلا باسبور اخر كيف ما قلت، راه هذه خصها تكون هي اول حاجه كتقلب عليها وكتعرفها وكتعرف شحال من عام غيخصك والطريق ليه وفوقاش كتدفع، ماشي الشيء الاخر. واضح دابا انا شوف، انا ما عارفش انا سبين كي دايرين واش، ولكن هذه غير كفكره تقدر في هذا ليكزومبل اللي قدامنا يقول هذا لا كندا بانت لي غاليه، سبين طلع لي مثلا بنص الثمن. ولكن الا جيتي تقلب في سبين ولا في فرنسا ولا ما عرفت السويد، كنعاود ناكد حنا دابا كنعطيو مثال كنخربقوا، الا جيتي تقلبتي تقدر تلقى خصك تمشي تقرا وملي تسالي تلقى خدمه، ودوك الخدمه خصهم ما عرفتي شنو يسينيو معاك، ومن بعد طلع فيزا جديده وخصك تخدم 10 سنين وتدفع وشوف واش يقبلوا، فهمتي؟ ولا مشيتي لكندا تقدر تلقى لا خصك غير تشد ديبلوم ونيشان تدفع ولا غير شويه ديال الاكسبيريونس وراه وكتدفع تاخذ الريزيدونس وكتبقى غير مساله وقت وتاخذ الباسبور، فهمتي؟ قلب على هذا الشيء مهم مزيان. راه شي وحدين كنعرفهم مدنكو شارين كونطرا ديال الخدمه ما عرفت شحال من مليون، وكيمشي كيلقى راسو راه ما قادرش يدير الاوراق، يمشي يخدم شويه ويرجع في حاله. المهم هاد المعلومات راه كنقولهم حيت كنقول في خاطري راه واقيلا يقدروا ينفعوك. الا حسيتي بيا دابا صدعت لك راسك يدك في واحد المعقول، انت الناس بزاف باغيين يفهموا هادشي، سير عاودها لامك وعاودها لختك. شكون انت ديما كاتب لي في كومونتير ما تدويش، حتى هادشي ما ندويش فيه، بنادم يتصيد مسكين، كاين دراري مساكن ما عارفينش. شكون صبر معنا حنا راجعين دابا حنا نكملوا. وعاد باش زيد ما تبقاش تكتب لي كومونتير بحال زعما كديسيدي شنو غنديروا في الشين وانت ماشي تممبر. هذه بعدا ديرها في بالك تمام. الا كتعجبك شي حاجه سيبورتيها دخل الممبرشيب. كندير انا بزاف ديال الخدمه تما باش ندير فيديوهات اللي كيعجبونا اكثر، اللي فين دابا كنا تما راه كنت غنسب لك العروق. دابا راه لقيتي هادشي بوبليك كناخذوا راحتنا. فاللينك لتحت في الديسكريبشن، ومن يولي عندك داك البادج عاد تهضر ونجاوبوا معاك صافي. ما بقاش نعاود نخرج على الموضوع. عودنا رجع لي الحماس مره اخرى وبديت عاوتاني لي بروسيدور، وهاد المره معول غادي نتقاتل حتى نمشي. بروسيس كان طويل وصعيب بزاف، الاوراق وديما واحد مع المقاطعات والرونديفو كلشي معكس على والو. تخيل حتى جيت شهاده ديال السكنه بالفرونسي ما كايناش. يلا صابوا هذا جديده بجوجل تراديكسيون على قبلي. مهم قدرت نوجد الدوسي ديالي مقاد بكاع لي ديتاي اللي طالبين ليا. خلصت المدرسه ديال اللغات كما شرحت لكم ودفعت الدوسي ديالي، وكنطلب الله يسر لي هاد المره حيت فريمون ما بقيتش قاد والو. ما كنتخيلش راسي غنزيد نكمل هنا في المغرب. وفي هاد الشيء انا راه لاشيت لافاك، بقيت متفائل. والجواب ديال الفيزا خدا اكثر من شهرين حيت كان ديك الساعه الصيف وبزاف ديال الناس كيدفعوا. جا النهار اللي غنمشي نجيب الباسبور ديالي غادي وطالق القران كنطلب الله يسر. شي دابا نفس هاد الماركات غادي الله يلا معايا يعطيو فيزا غيمشيو كاين الصهير والشراب والروينه. شوف اشي جنوس راه كامونين كيدينوا في الاوقات الصعبه. صاحبي كمل ديما يكون انسان هكا. حنا دابا تلقى ستوري يقدر يخرج لها، حنا غاديين باقي قال لي غيجريو عليه. ما حنا نشوفوا فيه فاش جراو عليه، نشوفوا واش كمل في المسيره الايمانيه ديالو. دخلت وبقيت كنتسناو ما يعيطوا لي بسميتي. وصلت نوبتي نضت خديت الباسبور ديالي وقلبي كيضرب حيت كنشوف مستقبلي غادي يتحسن في ديك اللحظه. الحمد لله لقيت الفيزا ديالي بسميتي. كنت عرفتي غنطير بالفرحه. جيت فرحت دارنا الدراري صحابي اللي فرحوا لي صراحه هما بزاف. في البلاصه داكشي داز قطعت التيكي بديت نوجد شريت شنو خصني وبقى قدامي شهر على الفول. تا خويا غادي لسكوتلندا السباليونا راين اير 4000
4000 ريال نمشي ونجي. ناري واخد تيكي وشهر قبل ونوجد على جهد عندك، راه توحشي داركم، راه جا في ويكاند، شي السوايع اللي غدير وقل من بنادم ساكنه في اكادير ولا كيقرا في طنجه ولا. خليه مسكين فرحان دابا كيحس براسو راه غادي بعيد. الصبليون راه كاينه في وسط البلاد اللي نسيتي. حق هذوك واش ديالنا ولا شو غادي يكتب لنا في الكومونتير ونجبدوا شي صداع. انا باقي ما فهمتش دابا، غير الضوم لينا قريبان، واش كارين غير ردوا لنا السارو شنو طاري. هذاك الشيء كيبان لي انا الوسط عندنا ما فهمتش. عرفتي شنو وقع هذا الويكاند؟ غادي نمشي نضرب شي طليله تما، ما خاسر والو. هو الياس نيت حدايا. مشينا نمشيو نشوفوا خويا بلادنا. واش معايا ولا معاياش؟ ايدي زدينا لا. ايوا اش غنقول لكم اخوان، شي واحد عنده شي طويني بيلا وباسبور ولا شي حاجه، ما يمكنش نمشيو تما خصها تبدل البلايك. المهم حريره. دابا نشوف اللي عندنا في انستغرام راه غيشوفوا واش غنمشي. الا مشيت الويكاند راه نوريكم. دازوا لي سيناريو كاملين في راسي، حياتي جديده كي غتكون، وكنتفرج في لي فيديو ديال الدراري اللي ديجا مشاو. في داك الشهر نيت كان خصني نبدا نقلب فين غادي نكري، ما نتحط تما حيت الكومبوز ديال المدرسه كان ديجا عامر، والو ما لقيتش الكرا، حتى بقات يومين على الفول والو. كان عندي شوا واحد، هو انك كتجلس في عائله صبليونيه وكتسكن عند شي واحد في الدار، هو اللي كيطيب لك وكيتحسب بحال مسؤول عليك. انا قلت ماشي مشكل، غنسكن في بيت ديالي عادي، وهاد 15 يوم غدوز باش ما عطا الله، حيت كتخلصهم هما كل 15 يوم من الشهر، واصلا غاليه بزاف مقارنه مع الكرا العادي. وصل نهار الفول وتوادعت مع الدار، لحظات اللي كيتخلطوا فيها المشاعر ما بين فرحه والولف عاوتاني غداركم تخليهم. اخيرا ركبت في الطياره وكنشوف راسي خارج من المغرب. احساس هو في شكل زوين، ولكن في نفس الوقت كتحس براسك خرجتي من واحد البلاصه اللي مولفه ودوزتي فيها حياتك. ناري هذا عرفتي هذاك كون شاد شي طياره الامريكان كره بدا يبكي، كره مات مسكين، كره خصو بسي. واس محمد راه كان عنده بيناتنا 25 كيلومتر وما 17، راه كون كان شي قنطره مزيانه كره مشينا ورجينا في ساعتها. وصلت لسبين اخيرا. استقبلني واحد السيد من العائله، دوزت عنده غير يومين بما قديت اموري، وتحركت للمدينه فين غادي نقرا اللي هي مدريد. مشيت للدار اللي نسكن فيها وانا متحمس. لقيت المراه اللي غنسكن عندها، تكون عندها شي 40 عام، عايشه بوحدها مع المشيشات ديالها. قلت مع راسي كتبان ظريفه وما غلقاش مشكل معاها، وما كنتش بوحدي، كنت انا واحد الدري مغربي اللي تا هو بحالي. حتى صدماتني وبدات عليا باللي الدار كتسد مع التسعود والضوء كيطفى مع 10 وما نسمعش الغوات. اي حاجه بغيتيها طلبها مني، ما عندكش الحق تطيب الماكله، هي اللي غادي تطيب لك. وات ذا فاك، جات الحبس. الوالده عمر دارت معايا هادشي، ما كان عندي ما ندير من غير انني نصبر، حيت المهم هو انني وصلت للبلاصه فين كنحلم. كانت كطيب لينا ديما واحد الدجاج عمري ننساه، كي الاخرى حاشا السامعين كنا ناكل منه شويه باش نسد الجوع. وبعدا سولتي واش داك الدجاج حلال الحمار، فين مشى الايمان وكذا. عرفتي هاد القضيه بعدا بغيت نسولكم نيت في هذا الاطار ديال كندوي على كندا وبرا. قبيله مشيت خديت الكفته الكيلو ب 120 درهم في بوسكوره من عند الزار. ثلاجه ما عرفتش مخدمه ولا لا، يعني ماشي زعما شريت من شي هاي قد الحال كزيزير. عرفتي 120 درهم؟ انا نعقل على الكفته غير قبل ما نمشي كتاخذها من عند الزار ناضي ب 80. فهادي الصدمه الاولى. شنو هي الصدمه الثانيه اللي غتكون هذه ليكم؟ شحال الكفته في كندا؟ شحال هي الكفته بالدرهم بكندا؟ 60 درهم. 60 فاكين درهم النص. وفهم دابا، شوف صبر، حضر معايا عقلك. تقدر هاد الكفته يكون داوي عليها واش حلال واش حرام، فهمت؟ هذه هضره اخرى، ما تجبدوش معانا هاد المواضيع. كنضحكوا. المهم كفته والاخرى ب 120 درهم اصاحبي. حنا نقولوا الكفته بحال دابا فانا جبدنا ارخص ثمن كتقدر تلقاها، نقولوا حنا ما بين 60 و 80، نقولوا ونقولوا 800. واش السميك ديال تما هو ديال هنا؟ كيفاش الكفته هنا ب 120 درهم وتما الكفته؟ شوف حنا ما باغينش نبداو ناخذوا اش كيقولوا لها الايتم ولا ما فهمت، ما بغيتش نطيحوا الباطل، ولكن نقدر ناكد لك انها نقى من هذه اللي كناخذ هنا واحسن منها. كاينين دوك المغاربه العبيين دوك ما كاينش بحال لحم البلاد. دابا نسات شوف فكره اخرى هذيك ديال البنه الله اعلم، انا كناكلها كتجيني بحال كنهضروا على النقاوه. المهم هذيك القضيه ضحكنا بها زعما قبيله هذيك حرام راه تكون نقيه. دابا حرام في جهه ولكن نقيه راه تما كيتبعوا شي حوايج ديال راه شوف الديسير ولا الخضره ولا اي حاجه كدير ما كتباعش، حيت انت تقدر تاكل اي حاجه تضرك داهم. علاش تما رخص من هنا؟ شرحوا لي. وراه بزاف د الحوايج تما اما نفس الثمن
ولا رخص. عندك صحاب الكادي زعما راه شي حاجه في شكل، ولا عندنا شي ويدان ديال الكفته في كندا. المهم بغيتو هاد القضيه نديرو على شي نهار فيديو، ما تكونش في هاد الشين، تكون في ذا مروكن بودكاست. الا باغيين قولوها ليا، ولا عرفتي شنو نديرو في الممبرشيب. الا باغيين يلا الناس اللي عندكم البادج هما اللي من حقكم تدويو. فكنت كناكل منه باش نسد الجوع، والمشكل حتى فلوس ما عنديش، حيت البلوكاج باقي ما طلقش ليا، ومعايا غير حاجه قليله كان خصني ندوز بها شهر. تخيلوا كنسد الجوع غير بالشباك يوم مسمن اللي جبت معايا، ونشري مره شي حاجه رخيصه بحال الطون ناكلو في الخبز. وليت كنقول حتى واش انا جاي لسبين ولا في تحدي ديال البقاء. اولدي مرحبا بك، ملي كتخرج من المغرب صحاب راسك التبرعات كتولي انسان اتوديون في الخارج، كضرب لي باتور كيتشوب على قلبك واحد العويمات. قربت تسالي ديك 15 يوم، وكان خصني ضروري نلقى الكرا، حيت مستحيل نزيد نهار اخر مع ديك السيده ولا نعاود نخلصها في 15 يوم اخرى. ادوزات عليا الحبس، عمري نسمح ليها. كانت شحال من مره كنرجع للدار كنجري باش ما تسدش الباب ونصدق ناعس برا، عرفتي. وداك الوقت الصيف وزاهيه تما وانا مخشي في بيتي بحال كندوز في العسكر. نسيت ما عاودتش لكم على المدرسه فين تعرفت على دراري ودريات مغاربه وبزاف ديال الجنسيات اخرين بحال كوريا، توانسه، فلسطين، واللي كانوا كتر هما روسيا، اوزباكستان، اللي عندهم شي ساطات راه ما يمكنش اخويا تقول هاربين من الجنه. وشوف هذا السيد اللي كان طالق قبيله قران وكذا دابا ولا باغي يزهو تيتيز قالك هربان من الجنه كاع. ولكن راه ما كذبش، انا والله الا غير الصباح جلست مع الدري كان في كازاخستان، قال تقريبا نفس الهضره. وزيدوا في بالكم راه بلا فيزا كنظن. وخوك مولف كيقرا غير مع دوك خديجه وفاتي فلور. حتى وليت كنشوف نيفو اخر كنشوفو غير في انستغرام. فينا هما جالسين معايا دابا في القسم. ودار لكم انا بين قوسين راه غير كنضحك، ما كاين ما احسن من بنات بلادي اخويا. راه ما قلنا سميتك حقيقيه عادي زعما ارتاح. في المدرسه دويت مع واحد الدري اللي قال لي يقدر يلقى لي الكرا بثمن زوين. قال لي راه واحد السيد هو اللي لقاه لي كيدبر للدراري مغاربه. عطاني نمرتو، هضرت معاه قال لي نتلاقاو باش نشوفوا واحد لابارتمون. خونا وربي شاهد عليا لا كذبت، تليفونه ما كيساليش من لي زابيل. ليترالي بيزنس مان كيدبر لك على كرا في اي مدينه بغيتي في الصبليون. ما كانوش عندك اوراق واحتاجيتي شهاده السكنه هو اللي صوبالك. كيبيع ويشري في الطوموبيلات من فيسبوك، لا بانت ليه شي هوته. ونزيدك هذا الشيء غير سايد هاسل، حيت خدمته الحقيقيه هي انه خدام كيسوق الرموك في شي شركه ديال لامبور اكسبور. المهم مشى معايا وريني ديك البارتما ديال واحد المراه كبيره، وكان خصني ضروري نخلص لها 50 اورو اللي عليها داير الفيلم. صافي شفت الدار عجباتني، درت معاها من بعد 4 ايام راه نجي عندها باش نشوفوا نديروا الكونطرا وصافي نسكن. جا النهار عيطت لها السيده ما كتجاوبش، نمرتها ما خداماش. عيطت للسيد اللي عرفني عليها نقدروا نسميوه سعيد، قال لي تسناني قدام لي موبل ديالها زعما راني جاي عندكم. كان معايا واحد الدري غير زعما جاي مونسني. جلسنا في قهوه تما تسنيناه جا، طلعت انا وياه مشينا لدارها كندقوا والو ما كتجاوبش. سعيد غادي يدير واحد الحاجه اللي كانت تقدر تكون السبب انني ندخل الحبس، هي انه مني ما بغاتش تجاوب دار راسو من البوليس وبدا كيغوت عليها. المراه راه كبيره في العمر، وملي حلات الباب بانت فريمون مخلوعه، وواقيلا كانت كدواش عرفتي خرجت غا بفوطه. فاش شافتو وعرفاتنا بنت الحرام بدات كتغوت على حر صوتها. يحسب لك سعيد تخلع ولا هرب، وبقى كيتغاوت معاه وكيسب فيها من الفوق يا نصابه باغا دير الدري فلوسو. المهم في الاخر شاف ما مناش قال لي غير اجي. هبطنا رجعنا ريحنا في قهوه حدا الدري الاخر. داز السما كامله 2 دقائق جا وقف عندنا واحد الراجل كتشوفو كيبان لك طويل وعامر. يلا كنقولوا تبارك الله على هاد الكسده. وقفوا راه شي 5 طوموبيلات ديال البوليس، 3 الفورغونات نزلوا منهم تا هما وملتمين وطوال وكلشي جايين قاصديننا. هذاك الشيء ديال الكاسا دي بابيل. وكنحلف بالله ما كنكذب الدري اللي معايا خاف، حيت هو ما هاش الوراق معاه، بغا ينوض ويشدوا واحد الراجل اللي قلت لكم كان حدانا بوليسي سيفيل تكا في الارض. دخلوا ديك الساعه كنقول لك التوتال ديال شي 20 بوليسي. قالوا الناس شوفوا اي واحد عنده اي حاجه في جيبو خرجها ويهز يديه للفوق. والناس دايره بينا والدرب كله كيطل. حسيت براسي بحال شي مافيوزي. غادي تقولوا علاش جاو هاد البوليس كاملين؟ غادي نقول لكم باللي اللي عيط للبوليس
هما الجيران، والجيران شنو سمعوا الغوات وداك الشيء اللي قلت لكم طرا بيننا وبين الشارفه. فمني عيطوا للبوليس قالوا لهم الو راه شي عصابه جايه كتعدى على واحد المراه كبيره، ودوك الناس ما كيضحكوش في هادشي، جاو معولين على انهم غيشدوا عصابه. الاسطوره السي سعيد ما يسحابش لكم التخلاع ولا شي حاجه، راه ديجا قلت لكم عليه، قال لي ما تخافش هادشي راه عادي ديما كيوقع. انا كنقول واش هاد الخرا من نيتو، ولكن السيد ندوز 20 عام ديال التخلويض واش غنعرفوا احسن منه؟ بداو كيقلبوا في كل واحد فينا وملصقيننا مع الحيط. انا ما عندي حتى لغه باش ندافع على راسي، بديت غير كنقول ليه بلونجلي ام جاست ستودنت سور ام جاست ستودنت سور. الحاجه اللي صدماتني هو ان واخا هكاك حتى واحد من البوليس ما ادانا، وفاش كتهضر كيسمعك شنو كتقول وهو كيقول لك ما تخافش. حيت شافني في ديك اللحظه كنترعد، بديت كنشوف راسي صافي رجعوني للمغرب مريفولي ومستقبلي ضاع. بديت كنقول يا جداني هادشي كنا زدت مع ديك المره الكبيره نضربوا الدجاج خانز، باقي ما كملت حتى الشهر الاول في الغربه وشد النحس. سالات الروينه جا بوليسي خدا الاقوال ديال سعيد حيت هو اللي كيهضر لغتهم، شرح لهم باللي راه هي اللي خدات ليا 50 اورو. وهنا جاب الله فكر مزيان وقال باللي قال لها حلي ولا نجيب ليك البوليس. كيقول انا راه ما قلتش البوليس، انا قلت لها نجيب لك البوليس. حيت الا مشاو حتى عرفوا انه قال لها حلي معاك البوليس، هذيك الساعه كانت غادي صافي تشقلب وغتثبت علينا التهمه اللي ما ساهلاش وغنمشيو للحبيب بيس. كان بوليسي اخر مشى خدا الاقوال ديال المراه اللي كانت دايره راسها زعما حاولنا نشفروها، ولكن لقى السيده فايت داخله شحال من مره في بحال هاد الصداعات كتشدي للناس فلوسهم، فعرفها كتكذب. الحمد لله رجعوا لينا جاو سولونا شكون عنده المشكل معاك، قلت لهم انا. قالوا لي صافي غدا رجع عندها ولكن بوحدك وخذ فلوس، وإلا ما بغاتش جي عندنا حنا غنتكلفوا. وهنا عرفت راسي في واحد البلاد اللي كنتعامل فيها كانسان، واخا انا ماشي تمنا بصح كون كانت مثلا في فرنسا تقدر ما تكونش نفس المعامله، ولكن انا عجبني الحال كيفاش بعدا في هاد السيتوياسيون تعاملوا معايا. وحتى فاش مشاو البوليس بقينا جالسين غير في القهوه عادي، والسيرفور جا كيضحك معانا بحال ما وقع والو. الناس كيفهموا بان راه طرا غلط بما انك باقي تما، راه زعما ماشي شي كريمينال ولا شي حاجه. صافي الغد اللي رجعت عند ديك النصابه ومع ذلك ما بغاتش تحل، وانا نقول خويا حبس باش نبداو ثاني نضاق ولا نعيط للبوليس ندخل في شي معمعه الله يسمح لها في ديك 50 اورو دا مع القبر. واخا كنت في ديك اللحظه محتاجه بزاف ولكن ما بقيتش قاد على شي صداع اخر، كنقول الحمد لله ديال البارح خرج بخير. من بعد تيسترات كريت في دار مع دراري مغاربه مرتاح معاهم، كان ساعدني هو اللي دبر ليا فيها انا وجوج دراري اخرين. تخيلوا غير معانا حنايا ربح 900 اورو هذه غير البارت ديالو. صافي تحديتي السيد خدام على روحو يا صاحبي. المغاربه شحال عايزنا نحظيو بنادم اللي خدام ونحسبوا ليه شحال كيربح. صافي بديت كنقاد حياتي شويه بشويه. كاع الدراري وبنات اللي عرفت تما كانوا دارهم كيصيفطوا لهم كل شهر كاع داكشي اللي محتاجينه. انا كان خصني ضروري نقلب على شي خديمه نتعاون بها، واخا في الحقيقه راه ممنوع عليا نخدم حتى العام الثاني، ولكن راه يلاه كانوا عندي فلوس الكرا لحد في القد. واي واحد يلاه جا للصبليون راه غيعرف انني خدمت مع غلوفو حيت هي الخدمه الوحيده اللي نقدر نخدم. كان كري كونط من عند شي واحد عنده ديجا وتا هو كياخذ بارت ديالو وانا ديالي. وليت فوق ما كنسالي القرايه اللي كتكون غالبا في نص النهار حيت داكشي ساهل غير اللغه، كنهز بيكالا وكنبدا خدام وسير حتى شي 12 الليل. ولكن نخدم حتى نعيا، ما نقدرش نفوت الهنود اللي تما كيقدروا يخدموا بحال من الصباح حتى 4 الصباح وما كاينش المشكل. هذوك الهنود صاحبي راه دايرين غزو في كاع البلدان، كيخدم اكثر منك طيحين لي صالير. اخويا عطينا شبر اتساع جلسوا في بلادكم. دابا فين كنهضر معاكم دازت تقريبا عام الحمد لله حياتي غادا وكتقاد. جيت للمغرب جوج مرات من بعد ما قلت ما غاديش نرجع ليه كاع، ولكن راه توحشت بلادي وامي قالت الوالده وراك عارف طونو لي بات راه قربوا يخرجوا ليا من ودني. وتفكرت كون كتاب ليا انني مشيت لكندا ما كنتش غادي نقدر نرجع للمغرب القليله واحد العام. اوف كورس حتى كندا حتى هي عندها واحد البينيفيتس ديالها، ولكن سبين كيبقى الجو واعر بحال المغرب تقريبا، وكنقدر نرجع فوق ما بغيت باش نشوف عائلتي وتقدر تكون غير ب 30 اورو. كانت هذه ستوري تايم ديالي كيفاش على شويه كنت غادي نطيح في مشكل كبير ويتضرب ليا كل شيء في الزيرو. داكشي علاش خاص الواحد يعرف يرياجي ويعرف كيفاش يتصرف بحال هاد المواقف، خصوصا في بلاد
ماشي ديالك. انا سلكات ليا وما طرا والو، ولكن راه كيف ما لاحظتوا كان بغلط صغيور ولا غير شي حاجه من داك الشيء ما مشاتش كيف ما لاحظتوا، كانت حياتي غتشقلب. وشوف فين كنت غنكون دابا، وفين كان غادي يكون عاوتاني مكتبي، وفي اين بلاد غنتلاح اللي غالبا كنت غنرجع فيها للمغرب. فحضيو راسكم ونتمنى تكونوا تعلمتوا مني. كنشكروا بوغوز ديالنا على الستوري ديالو، صراحه تعلمنا فيها بزاف د الحوايج وكانت اصلا زعما انتريستين في كل شيء. ما تنساوش ديروا لايك، بارطاجيوها مع اصحابكم، واي واحد باغي يدير شي حاجه، سواء خدمه كما قلنا، قرايه، الهجره، الله يسهل لك في كاع داكشي اللي باغي. وكما لاحظتي راه اللي فيها الخير هي اللي كطرا، انت دير اللي عليك، وفين ما سلكات ولا ما سلكاتش راه فيها الخير. نخليها هنا، كنبوسك ونشوفك في الفيديو الجاي. باي باي.